سلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير. عاودت وليت ليكم فيديو جديده وغيشات جديده، واليوم ان شاء الله راح نشارك معكم البريوش، وصفه سهله وخفيفه وبنينه توالم بزاف القهوه العصر. ما نطولش عليكم، روحوا مباشره للمقادير وطريقه التحضير. ملعقه كبيره خميره الخبز، ونزيد عليها 6 ملاعق كبار سكر عادي كما راكم تشوفوا. لافاني، انا هنا استعملت حوالي ملعقه كبيره. زدت عليهم كاس ونص حليب دافي كما تعودتوا عليا، انا دايما نستعمل الكاس الاسطوري في الكيل. نص كاس زيت، وزدت عليهم بياض حبة بيض وحدة، والصفار نحتاجوه من بعد. ملح. نخلط المكونات مليح مع بعض، انا استعملت المضرب الكهربائي، اذا ما عندكش استعملي المضرب اليدوي. نبدا نضيف الفارينة، انا هنا استعملت الكاس الاول وزدت الكاس الثاني، وكيما على بالكم ودايما نقولكم المكونات الجافة لازم تتغربل. بديت نلم في العجينة كما راكم تشوفوا، انا دايما نستعمل فرشيطة ثاني راكم تعودتوا عليا كي يكون الخليط مازال متلمش. هنايا زدت الكاس الثالث تاع الفارينة وغربلته. كيما على بالكم كاين فارينة اللي تشرب وكاين اللي لا. كيما انا البريوش استعملت فيه 4 كيسان ونص فارينة، يعني انتي قادرة تستعملي قل وقادرة تستعملي كثر. زدت الكاس الرابع وغربلته ولميت كيما راكم تشوفوا. هنا بدا الخليط تاعي يثقل، وهنا بدات العجينه تاعي تتلم. والكاس الخامس تاع الفارينة استعملت النص برك. هنايا راني ديت شويه فارينة غربلتها، وبديت نلم في العجينه بيدي باش نعرف القوام اللي راني نحوس عليه. انا زدت ثاني شويه فارينة، يعني كيما قلت لكم الكاس الخامس ديت النص برك، وكملت اللم في العجينه. العجينه اللي لازم نتحصل عليها تكون شويه تتلاصق، يعني ما نشفهاش بزاف، وهذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه، تكون طرية وتتلاصق. وهنا وريت لكم باللي استعملت النص برك. بعدها رشيت الفارينة على سطح العمل. هنا كانت العجينة تتلاصق، لميتها بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. والعجينة ما ندلكوهاش، لموها برك حتى نتحصلوا على الملمس يكون ناعم. غير لميت العجينة مليح، درتها على هذا الشكل يعني كورية كبيرة. بعدها خليت العجينة ترتاح باش تخمر، غطيتها بورق شفاف غذائي وخليتها تخمر في غرضها لمدة 30 دقيقة. بعد 30 دقيقة شوفوا الشكل اللي تحصلت عليه، يعني خمرت ما شاء الله. كسرت لها الخمير، قسمت العجينة على 2، وكل قسم دار لي 8 كوريات. دوكا تبعوا لا فيديو تفهموني. يعني العجينة كومبلي دارت لي 16 حبة. وهنايا بديت نشكل في العجينة على شكل كوريات صغيرة، حاولت نسقم الشكل تاعهم. زدت هنايا حبيت نوري لكم حبة واحدة اخرى، يعني حاجة سهلة ماهيش صعيبة، انا نحب برك نوري للمبتدئات. وللحشو تحبي تستعملي شوكولا للطلي ولا شوكولا قطع. وبديت نخدم. هنايا الكورية فتحتها شوية بيدي، ومن بعد استعملت الحلال ساعدني في الخدمة. درت الحشو قطع شوكولا ولميت، درتها على شكل كورية، طريقة يعني سهلة ماهيش صعيبة، وزدت بسطتها من الفوق. وانا حبيت نشارك معاكم ثاني حبة واحدة اخرى، يعني هي حاجة سهلة ماهيش صعيبة، برك انا نقول كاش وحدة من المبتدئات اللي راهي حابة تتعلم ولا تجرب، يعني نوري لها ادق التفاصيل. بعد ما كملت الحبات زدت غطيتهم وخليتهم يخمروا للمرة الثانية.
بعد ما خمروا للمرة الثانية حطيتهم في سنيوة، يعني هنايا قادرة السنيوة اللي راح تدخليها للفرن تخليهم يخمروا فيها، أنا لا خليتهم خمروا من جهة وأخرى وعاودت رفدتهم. بعدها جبت صفار حبة بيض مع نسكافيه خلطتهم مليح ودهنتهم من الفوق ودخلتهم للفرن اللي كنت شعلته مسبقا. هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه بعد ما طابوا. رشيتهم من الفوق بسكر ناعم للتزيين، كيما نقول لكم دايما تزيين اختياري. وهنا قسمت معاكم حبة باش تشوفوا كيفاش من الداخل. والبريوش راهو في صحن التقديم. هنايا نكون وصلت لنهاية لا فيديو، ان شاء الله كنت خفيفة ظريفة عليكم. ماذا بيا تدعموني بجيم وكومنتر، اذا راكم اول مرة في القناة ماذا بيا تدعموني بابوني، هكا انا زيد نبارطاجي معاكم المزيد من الوصفات. ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في روحتكم، تلاقوا في فيديو اخرى بحول الله. سلام.